جيتكم الإخوان بواحد الخبر اليوم ما فيه شي تشويش ديال المنطق. تخيل الطوب كيس ديال الموتور هادي رجعت ممنوعه. دابا انا ماشي مسافر فينا نعمل الحوايج، تفشات لك غير الرويده فينا تعمل الدوزان. دابا البوليس يشبرك يعمر لك مخالفه، علاش؟ حيتاش عندك الماليطه. صراحه هادي ما بغاتش تفهم لي قسما بالله، تشويش ديال المنطق ما فيهاش هادي. وخصنا شي توضيح الاخوان باش نعرفوا علاش الماليطه ممنوعه. المهم خليو الراي ديالكم الاخوان في التعاليق، هادشي هذا ما كيدخلش العقل قسما بالله. واش بصح ولاو البوليس في المغرب كيشدو حتى الناس اللي مركبين غير فاليز اللور في الموطور؟ واش حتى الكراش بار ولا فيه مشكل؟ واش حتى لي فارسوكور ممكن يدخلوك في المخالفة؟ الا كنتي موطار ضروري تشوف هذا الفيديو حيت ممكن تكون مخالف وانت ما عارفش. ولكن قبل ما نكمل دير لايك، خلينا شي كومونتير زوين، دير ابوني وفعل الجرس تعاون معانا. ندخلو نيشان في الموضوع. واش بصح كاين منع لهاد الحوايج؟ الحقيقة ما كاين حتى قانون كيقول الصراحة ممنوع فاليز اللور، ممنوع كراش بار، وممنوع لي فارسوكور. ولكن في مدونة السير على الطرق كاين قانون واضح: أي تغيير في المواصفات التقنية بلا ترخيص كيساوي مخالفة. وهنا كيبان المشكل. لا فاليز اللور عادية ومسموحة إلا مركبة بطريقة مزيانة وما كتأثرش على التوازن وما كتغطيش البلاكة ولا الضوء. كتولي مشكل إلا كبيرة بزاف أو إلا مركبة بطريقة عشوائية أو إلا كانت ممكن تكون خطر في الطريق. الكراش بار في الأصل معمول للحماية، ولكن ممكن يدخل في المخالفة إلا تبدل الشكل الأصلي ديال الموتور ولات بارزة وخطيرة على الناس ما داخلاش في المواصفات التقنية. لي فارسوكور مسموحة إلا لونها أبيض أو الأصفر وما كتعميش الناس، مركبة بطريقة قانونية. ومخالفة إلا قوية بزاف وكتضرب في العين، لونها غير قانوني، أزرق ولا أحمر ولا أي لون آخر، مركبة عشوائيا. علاش دابا كاين شديد مع صحاب الماطر؟ حيت بزاف ديال الناس ولات كدير تعديلات عشوائيه، وما كنهضروش على ماطر كبار انهم ماطر صغار، وما كنهضروش على الناس اللي بعقلهم، كنهضروا على البراش اللي كيضربوا الماطر. كاين خطر في السياقه، وحتى هادي راه كنهضروا على البراش اللي كيصوبوا، وكاين ازعاج في الطريق، وحتى هادي كنهضروا على البراش. ما كنهضروش على الناس كبار، يعني اللي كان واخد موتور الخدمه راه ماشي يكون كيدير ازعاج في الطريق وما يكونش كيلعب في الطريق وما غاديش يعدل اصلا الموتور حيت هو واخدو غير على ود الخدمه. يعني خدا 50 في ماكينه راه غيمشي به 50 في ماكينه، خداه 125 غيمشي به 125. وبهذا الفعل ديال هاد البراش ولات المراقبه مشدده، ماشي حيت القانون تبدل ولكن التطبيق ولا صارم. شنو يقدر يوقع لك الا كنتي داير شي مخالفه من هادو؟ ممكن تكون غير غرامه ماليه، سحب الوثائق، او حتى حجز الدراجه ديالك. لا فاليز اللور مسموحه ولكن بشروط. كراش بار ماشي ممنوع ولكن ممكن يدخلك في المخالفه. لي فارسوكور مسموحه الا كان قانوني. اي حاجه خارجه على المعايير تساوي مشكل، واي حاجه فيها مشكل حاول تحيدها. دابا قول لي بصراحه، واش كتفضل موتور اوريجينال ما تزيد عليه ما تنقص عليه بلا صداع، ولا كتعشق البريباراسيون واخا فيها الريسك؟ كتب لينا في كومونتير. وما تنساوش ديروا لايك، بارطاجي الفيديو مع صحابك، دير ابوني، فعل الجرس، تهلاو.